السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غنحضروا الكريب اللي كيمكن لينا نستعملوهم سواء في وصفات حلوه او وصفات مالحه. بسم الله. كنحتاجوا 3 البيضات، كنحتاجوا على 180 حتى ل 190 غرام تقريبا ديال الدقيق، واحد المعلقه ديال الملحه، واحد المعلقه او جوج ديال سنيده. هنا 100 غرام ديال الزبده كتكون لينه لدرجه الذوبان. هنا كنحتاجوا 450 مليلتر ديال الحليب بارد عادي. كنبداو بسم الله على بركه الله. كنخلطوه، يمكن لكم تخلطوه في الطراب الكهربائي كيف يمكن لكم تخلطوه باليد. هنا غنديروا وصفه فيها يمكن لينا نستعملوها المالح او الحلو. كيف ما كتشوفوا انا درت فيها الملحه والسكر. كيبقى اختيار، ولا بغيتوا تحضروها يعني لكم الاختيار، بغيتوا تحضروها غير المالح كتستغنيو كديروا معلقه صغيره ديال السكر، ما كديروش بزاف. كنديروا كاع المواد اللي دايبه. كنخلطوا هادشي كله في مولينكس، غنخليه يرتاح شي 15 دقيقه، من بعد عاد غنطيبوه. غنفرغوا الخليط. غادي نغطيوه ونخليوه يرتاح تقريبا 15 دقيقه، بعد يمكن لينا نطيبوه. من بعد ما ارتاح لينا الخليط مزيان غندير واحد الكميه، نديروه بطريقه دائريه. بالنسبه للحجم كيبقى على حسب المقله اللي عندكم. تنتظروا عليها واحد شويه حتى طيب. ملي شفنا الجوانب ديالها بداو كيطيبوا صافي كنقلبوها. كيف كتشوفوا الكريب درت جوج احجام، وحده بمقله صغيره وحده بمقله كبيره. تقريبا الصغار غندير بهم يعني وصفه حلوه، والكبار غندير بهم وصفه مالحه. كيف كتشوفوا انا كملت بهذه المقله. غندير غير هادشي. النتيجه النهائيه ديال الكريب هي هذه. من بعد غنوجدوا حشوه كما بغيتوا، يعني كتمكن ديروها حلوه او مالحه.